في هذه الدعوة التي أدعو إليها لها مجموعة أسباب. السبب الأول هو أنه هذا العنف، التطور النوعي الذي حصل في مجال العنف ينبغي أنه هو يستوقفنا ونتبنى موقفا إزاءه. وخصوصا أنا ذكرت أنه بيستخدم أو بيحاول أنه هو يخترق بعض يعني يتجاوز بعض الخطوط الحمراء، يعني محطات كهرباء مثلا أو القوات المسلحة. أنا لا أعرف بأي مسوغ يقتل 6 من الجنود في مكان يؤدون عملهم يؤدون واجبهم بأي منطق. وما علاقة هذا بالصراع السياسي إلا بيدل على أنه المسائل بتنتقل إلى طور من لا أقول الجنون السياسي، ولكن الصراع الذي لا منطق له. الشيء الآخر إضافة إلى التطور النوعي في مسألة العنف، أنه مصر مقبلة على انتخابات رئاسية أيا كان رأينا فيها، ولكننا حين نفكر سياسيا ينبغي أن نسعى إلى توفير جو يسمح باتخاذ خطوات إيجابية على صعيد حل الأزمة السياسية الموجودة في البلد. الشيء الثالث أنه المتحدث باسم الإخوان الدكتور جمال حشوة كان أعلن على قناة خبر قناة الجزيرة أنه الإخوان أعلنوا على أنه الاستعداد على أنهم اتخذوا خطوتين إلى الوراء، وأنهم في خطوات ممكن اتخذ خطوات مهمة في المستقبل. أنا لا أعرف طبيعتها، لكن إذا كان ده موجود فأرجو أنه يكون أيضا في الحسبان، اللي ما أدعيه هو أيضا في الحسبان. السبب الرابع أن مصر في الأشهر 8 السابقة كانت مشغولة بالصراع مع الإخوان. من يتابع وسائل الإعلام المصرية الخاص حتى التلفزيون بيجد باستمرار قضية الصراع مع الإخوان هي القضية الجوهرية. طبعا ده ربما توجيه معنوي، مطلب خط سياسي أو لا، في الآخر هناك انشغال مفرط بالصراع مع الإخوان. هذا الانشغال جعل قضية الوطن في مرتبة متدنية، وقضية الثورة في مرتبة متدنية أيضا، بمعنى أن التركيز الإعلامي على الصراع مع الإخوان صرف الانتباه على أنه في بلد أحوالها فيها تردي اقتصادي، في تدهور سياسي، في مؤسسات غائبة، في فساد، في ده لا أحد يتكلم في هذا الموضوع. ثم أنه في ثورة رفعت شعارات لا أحد يتكلم عنها، لأن الأنظار كلها متجهة إلى موضوع الصراع مع الإخوان. هذا هو السبب الرابع. في سبب خامس أخير برز مؤخرا، أنه التفكير الأمني في الآونة الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة تجاوز موضوع الإخوان ودخل بقى صار مشتبك مع خصوصا بعد صدور أو إصدار قانون منع التظاهر أو تنظيم التظاهر، اشتباك مع قطاعات مش قليلة من المجتمع، من الشباب الذين هم من ثوار 25 يناير، واللي أغضبهم هذا الإجحاف أو تشديد القبضة الأمنية وحيلولة منع الناس من إعلان آرائهم حتى بالوسائل السلمية. فإحنا داخلين في طور بيوسع المواجهة، بدلا من أن تكون مواجهة بين الأمن والإخوان أصبحت الآن بين الأمن والثوار.